السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى فيديو جديد وفتة العيد ان شاء الله. اسفة ان انا بتأخر عليكم في الفيديوهات وكده، بس ظروف يعني. تمام. هنا انا حاطة لحمة بسلقها، وبسلقها عادي خالص، ورق لوري، مية مغلية، بصل، ممكن طماطم، حتة فلفل كده بس بتمنع، بتضيع اي رواسب او في اللحمه او في الشوربه وكده، بتدي طعم حلو وريحه حلوه للشوربه. تمام. الرز الابيض عملنا عادي خالص خالص. الفيديو ده كان متصل بفيديو الاولاني اللي قبله. تمام. بس انا فصلتهم عن بعض، تمام، عشان حسيت ان هو طويل شويه. هنا بقى انا مقطعه العيش كده ده عيش شامي بس مش ابيض، اللي هو الغامق شويه. تمام. هنا انا بقلي في الزيت عشان احنا بنحبه كده محرمش في الفته. تمام. بس كده هو كده انا حمرت الزيت، والحله دي للقليه بس. تمام. هنا بقى بطلعه من الزيت، وطبعا بسلق اللحمه وعملت الرز الابيض العادي خالص. هنا بقى هعمل هحط له شويه ملح وفلفل اسود كده، بيديله طعم حلو قوي، وكمان اذا حابه تاكليه كده جنب الاكل بيكون حلو برضو، الولاد بيحبوه. تمام. انا ما عملتش كتير لاني طبعا احنا يعني مش بنحب العيش كتير في الفته. تمام. هنا بقى هحمر توم عادي. احنا في اسكندريه الفته بتاعه العيد بنعملها بتوم وخل بس وشويه شوربه وملح. تمام. الكهرويه بقى وكده في مصر يعني بيعملوها بالصلصه، فانا هعملها بالاتنين. تمام. عايزه اقول لكم طلعت خطيره خطيره خطيره. وانا زوجي ما بيحبش الفته، بيحب الرز لوحده والشوربه لوحدها. تمام. المره دي عجبته جدا، يعني كان اول مره ياكلها، وقلت له احنا في عيد وكده وجربها، فهو اقتنع. فعملتها له بقى، فحبشتها له بقى وخليته كلها، عجبته قوي قوي. هنا بقى بنحمر، هنا فصين توم بس كده بحمرهم، وهنزل بطماطمايه بس انا ضرباها، او صلصه، بس انا بحب اعملها بالطماطم مش بحب الصلصه. تمام. وهنزل بشويه خل، والخل ده ما بكترش منه لاني خام، فبنزل كده بقيمه معلقتين خل وشويه ملح. تمام. كده احنا خلصنا الصلصه. تمام. هنسيبها بقى على النار تغلي. تمام. انا مش بحط ملح كتير، بس هو نوع الملح دوت مش بيحدق الاكل غير لما بتحط شويه كتير. تمام. يعني بيظبط الاكل عشان بيبقى عادب نوعا ما. هنا بقى هسيبها زي ما بقول لكم كده، والرز خلاص كده اتشرب. تمام. خلاص خلص، طفيت عليه كمان. هنقله بقى في مكان تاني، وهعمل اللي هي بتاعه الثوم، يعني دقه الثوم بتاعه اللي بالخل، اللي هي بتاعه الفته الاسكندراني. تمام. هنا قلبت الرز لقيته استوى خلاص، طفيت عليه. هنقله بقى في مكان تاني، وهجيب طاسه صغيره. تمام. زي ما انتم شايفين كده. برضو فصين توم صغيرين، الطاسه صغيره مش كبيره. تمام. برضو هحمره سمنه زيت براحتك خالص. تمام. زي ما تحبي يعني. بصوا، حطيت هنا زي كده نص معلقه سمنه صغيره مش كبيره، يعني انا كنت بصفي علبه السمنه. تمام. كده خلاص حطينا، هي بقى هسيبها بقى تحمر شويه التومه، وبعدين هضيف لها الخل ومغرفتين شوربه من الشوربه بتاعه اللحمه. بصوا هنا اهي بدات اهي تشرب ميتها الصلصه، هطفي عليها خلاص كده. تمام. ما بتاخدش وقت خالص. تمام. بس كده خلصنا اهي، طفيت عليها خلاص. هنا بقى هنبتدي ان احنا نحمر الثوم. اهو ابتدى ان هو هيبتدي ان هو يتحمر يعني. تمام. بصوا كل واحد ليه طريقه في الاكل معينه زي ما تحبي، يعني انا بحبها بالخل والثوم بس، مش بحبها بالصلصه. بس لما جربتها بالصلصه حلوه، مش وحشه يعني، فاهمين. هحط بقى هنا بصوا مغرفتين شوربه. طبعا الشوربه انا مش لسه اللحمه ما استوتش، لسه شويه يعني ما حطيتلاش ملح. تمام. هنا بقى هحط بقى شويه ملح
وهسيبها تغلي بس شويه، وهحط الخل. تمام. بصوا الخل ده مش فاتحاه، انا خرمه بس الغطا، مش بتنزل كتير، فاهمين؟ بس هنا بقى هسيبها شويه، هقلبها كده وهسيبها بقى شويه. تمام. احنا بنعملوها كده من غير صلصه بقى، ولا دقه صلصه ولا اي حاجه، لا بنعملها كده بالخل والثوم، بتكون حلوه. بصوا بقى هنا كانت اللحمه خلاص استوت. ففي مننا انا بحبها محمره بصراحه، وزوجي بيحبها مسلوقه. فانا هعمل ايه؟ في حله كده هاخد اللحمه اللي انا هحمرها، هقسمها 2، يعني مش هحمر كتير، حتتين 3 بس كده اهو، زي ما انتم شايفين كده. هحطها في حله على النار، وهحط معلقه سمنه، وهنزل بمغرفه شوربه وشويه فلفل اسود وشويه ملح، ووطي النار وسيبيها لحد ما تنشف الميه بتاعتها، وكلي احلى لحمه محمره. تمام. انا مش بحمرها في زيت ولا كده على النار زي ما بقليها، لا لا لا. بحس ان اللحمه كده مقليه وبتنشف، لا كليها بقى بالطريقه دي. عايزه اقول لكم خطيره خطيره. سابوا اللحمه كلها وكلوا المحمره، يعني سابوا المسلوقه وكلوا المحمره. هنا بقى هنزل بشويه، هبتدي ان انا اعمل ده طبق كبير. تمام. هحط بقى عليه كده مغرفه شوربه او 2 على العيش، وهنزل بمعلقه رز. تمام اهو، معلقه رز كبيره او معلقتين حسب يعني الكميه عندك. تمام اهو. هنزل بقى بالصلصه، بمعلقتين صلصه، وهنزل بشويه خل، وهقلبهم في بعض. تمام. هقلبهم كده كده في بعض. بصوا بس هفردهم بقى كده تاني، وهبتدي ان انا احط ايه شويه هنزل بقى بالرز عادي اهو، زي ما انتم شايفين كده. تمام. الشرب الفتة يعني طبق واحد ناكله فيه، يعني كلنا كده بيبقى طبق كبير، ماما معودانا على كده طبق كبير، واحط شويه شكمبه، بنقولوا عليها شكمبه، اللي هي بالثوم، وبعدين هنزل بالصلصه. تمام. واعملي بقى اي شكل انتي بتحبيه. تمام. ومعايا بقى شويه عيش كده، هظبط بيهم كده الطبق. شويه العيش دول الولاد كانوا بياخدوهم ياكلوهم زي الشيبسي. طعمه كان خطير والله فعلا. مش عشان انا اللي عاملاها، اهي اللحمه المحمره اهي، بصوا بتبقى طريه ومش ناشفه ولا حاجه. طعمها حلو جدا. بس كده ابتديت ان انا ارص اللحمه بقى. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا. سابوا المسلوقه وكلوا اللحمه المحمره عشان كانت طريه وحلوه. بصوا ده طبق الفته بقى بتاعنا زي ما انتم شايفين، ودي اللحمه اهي المسلوقه، وطبعا شوربه. تمام. ودي كانت فتة العيد، ويا رب تجربوها بطريقتي، وكل سنه وانتم طيبين. ولو عجبكم الفيديو متنسونوش في اللايك وشير وسبسكرايب. باي باي، فيديو جديد.